السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدأ كده يعني مراجعة بسيطة على يونت 1. ان شاء الله تكون جميلة وتقدر تلم لك الدنيا كده. انا باذن الله ولا هفتح ملزمة ولا هعمل اي حاجة. انا كل اللي انا هعمله البورد الجميلة بتاعتنا، وهبدأ ان انا اكتب واحدة واحدة واشرح لك الدرس بطريقة بسيطة كده وجميلة. عايزك تعتبر كده ان انا وانت قاعدين سوا، كشكولك معاك، قلمك، وتبدأ ان انت تكتب واحدة واحدة كده معايا. وباذن الله انا هخليك تتمكن من اليونت بطريقه كويسه باذنك يا رب. طيب، انا كل اللي انا طالبه منك ان انت تكتب ورايا وان انت تركز وتسمي الله كده، وان شاء الله الدنيا هتظبط. يلا بسم الله كده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب تعالى نبدا كده. احنا عندنا استنى بس افكرك بحاجه قبل ما نبدا كده ونخش في الموضوع. احنا عندنا طبعا يونت 1 متقسمه لاربع دروس، اتفقنا؟ انا قبل ما اخلص درس واخش في اللي بعده هقول لك انا مثلا دلوقتي في ليسون 2، مثلا دلوقتي في ليسون 3، وهكذا. تعالى نبدا كده بليسون 1 ونسمي الله. طيب دلوقتي انا عندي ادي ليسون 1. طيب احنا كان عندنا ليسون 1 كان بيتكلم عن حاجه اسمها الماتر. جميل جميل جدا. طيب احنا اللي كنا نعرفه ان الماتر عباره عن ثلاث انواع: solid وليكويد وكمان جاز. جميل قوي. يبقى انا عندي الماتر كده احنا اتفقنا ان هما ثلاث حاجات: solid وليكويد وجاز. طيب جه هو بقى كده فاجئنا وقال لنا لا، ده الماتر ليها كمان فورس ستيت، واللي هي كان اسمها ايه بقى؟ كانت حاجه اسمها بلازما. طبعا انا مش همشي بترتيب الكتاب، انا بس عايزك تربط معايا الافكار، فامشي معايا واحده واحده كده، وان شاء الله احنا مش هنفوت حاجه، ما تقلقش. فانا زي ما قلت لك احنا عندنا حاجه اسمها البلازما. طب البلازما دي كانت عباره عن ايه؟ دي كانت عباره عن ميكستشر من حاجتين، من حاجه اسمها بوزيتيف اين وحاجه تانية اسمها نيجاتيف اين او النيجاتيف الكترونز. جميل. طيب البلازما دي انا ممكن اجي اسالك واقول لك هي فاوند ايه؟ موجوده فين؟ والله يا باشا اللي انا اعرفه ان هي موجوده في مكانين. ممكن نلاقيها في السبيس اللي هو الفضاء، وممكن الاقيها كمان اون ايرث اللي هو كوكب الارض، او ان ايرث بقى، بلاش غلطات. طيب جميل. احنا عندنا في الفضاء ممكن نلاقيها فين؟ في الستارز. ممكن تلاقي كمان البلازما في الصن، اتفقنا؟ طب بالنسبه بقى لكوكب الارض، قال لك عندنا في فينومينا بتحصل اسمها ارورا. وارورا دي اللي هي الاضواء الخضراء اللي بتظهر في السماء في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. طيب تعال نكمل. فانا زي ما قلت لك ممكن تظهر في الارورا، وحاجه كمان اسمها اللايتنينج اللي هو البرق. جميل جدا، يا رب تكون بتكتب معايا. طيب عندك بعد كده بقى لما اجي اسالك طب ايه الابلكيشن، ايه الاستفاده من البلازما دي؟ بص يا سيدي، الابلكيشن قال لك ان احنا بنستخدم البلازما في حاجه اسمها الاير كونديشنر. طبعا الاير كونديشنر ده اللي احنا ما نقدرش نعيش من غيره في الصيف، واللي هو التكييف. التكييف ايه الفكره بتاعته؟ بص يا باشا، احنا عندنا التكييف طبعا بيشتغل بالكهرباء، فانا بيدخل له حاجه اسمها الكتريك فيلد. الالكتريك فيلد بيبدا يعمل حاجه اسمها ايونايزيشن، والايونايزيشن ده بيبدا يطلع حاجتين. ايه هما بقى؟ البوزيتيف ايون والنيجاتيف الكترونز اللي لسه قايلينهم من شويه، اللي هو بين قوسين مين؟ البلازما. طب البلازما دي بتعمل ايه وايه وظيفتها؟ بص يا سيدي، البلازما زي ما قلت لك كل وظيفتها ان هي بتعمل بريك داون لثلاث حاجات. بتكسر وتقتل ثلاث حاجات. اول حاجه بتكسر البليوتنز اللي هي الملوثات. تاني حاجه بتقتل الجيرمز الجراثيم. تالت حاجه بتقتل الفيروس. طيب بعد ما هي تعمل كل ده قال لك بتخرج لك حاجه اسمها كلين اير. جميل جدا. طيب تعال نكمل. يبقى احنا اتفقنا كده ان الماتر لغايه دلوقتي احنا قلنا ان هما كانوا 3 ستيتس: سوليد وليكويد وجاز. جميل جميل. وقلنا ان احنا ضفنا واحده رابعه اسمها بلازما، والبلازما قلنا ان هي ميكستشر ما بين حاجتين: بوزيتيف ايون والنيجاتيف الكترونز. حلو قوي. وقلنا ان هي ممكن تكون موجوده على كوكب الارض، ممكن تكون موجوده في الفضاء. على كوكب الارض على شكل لايتنينج البرق او الارورا فينومينا. طب بالنسبه للفضاء قلنا يا اما في الستارز يا اما في الصن. حلو قوي. تعال نكمل.
انا عندي بعد كده بقى بدانا ان احنا نتكلم عن حاجه اسمها الفلويدز. وايه هي الفلويدز؟ بص يا سيدي، انا عندي الفلويدز او الحاجات اللي هي قابله للحركه. مين في الماتر الحاجات اللي بتقدر تتحرك؟ يا اما الليكويد يا اما الجاز. طيب الخاصيه دي بتعتمد على ايه علشان اقدر احل الجبريزل؟ بص يا سيدي، افتكر دايما الفلويدز بتعتمد على حاجه اسمها الشيب. طب يا مستر انا مش فاكر ايه موضوع الشيب والفوليوم والكلام ده. تعال افكرك بحاجه بسيطه كده، تعال نكتبها على جنب. يعني انا دلوقتي كان عندي السوليد، كنا بنقول ان هو عنده definite shape وعنده كمان definite volume. جميل. طب بالنسبه للليكويد، الليكويد كنا بنقول ان هو عنده indefinite shape، شكل غير ثابت، وdefinite volume اللي هو حجم ثابت. طبعا معلش بعتذر على الخط، ان احنا كل ما برفع ايديا لفوق يعني ايدي ما بتبقاش مرتاحه وانا بكتب، وهتلاقي ان الخط مش مظبوط شويه وهو فوق. طب بالنسبه للجاز بقى، الجاز احنا كنا بنقول عليه في الحصه كده واحنا بنشرح سداح مداح، ولا عنده شيب، ما عندوش شكل ثابت، وفي نفس الوقت ما عندوش فوليوم ثابت. طيب جميل قوي. تعالى نرجع بقى للفلويدز اللي احنا كنا لسه بنقول عليها. احنا اتفقنا ان احنا عندنا في الفلويدز كنا بنقول ان هو بيعتمد على الشيب، صح كده؟ طب تعالى نفتكر الشيب بتوع الثلاثه اللي احنا لسه قايلينهم. احنا اتفقنا ان السوليد عنده ديفينيت شيب، الليكويد ما عندوش ديفينيت شيب، والجاز ما عندوش ديفينيت شيب. حلو قوي. طيب يبقى احنا زي ما قلنا السوليد ما عندوش ديفينيت شيب، والليكويد كمان السوليد عنده ديفينيت شيب والليكويد ما عندوش، والجاز كمان ما عندوش. حلو قوي. طيب انا دلوقتي عندي اي حد عنده indefinite shape، يعني شكل غير ثابت، ده بعتبره من ضمن الفلويدز. جميل جميل. طب مين الاثنين اللي كان عندهم indefinite shape؟ والله يا باشا احنا اتفقنا ان هم حاجتين، الليكويد والجاز. جميل. طب انا لما اجي اسالك جيف ريزون، هو انا ليه عندي مثلا الليكويد ده بعتبره فلويد؟ هتقول لي علشان هو عنده ايه؟ indefinite shape. طب جيف ريزون، هو ليه الجاز بعتبره فلويد؟ هتقول لي والله علشان عنده indefinite shape. جميل؟ الدنيا ظبطت؟ طيب واحنا الاثنين دول بنقول دايما ان هم عندهم كده بين قوسين الابيليتي تو فلو. جميل. طيب عندنا بعد كده حاجه اسمها الكمبريسابيلتي. ايه هي الكمبريسابيلتي؟ الكمبريسابيلتي دي اللي هي القدره على الضغط. طيب احنا اتفقنا هنا احنا بنعتمد على ايه؟ على الشيب. طب هنا بنعتمد على ايه؟ بنعتمد على حاجه اسمها فوليوم. جميل قوي. طيب تعالى نراجع على مين اللي الفوليوم في الثلاثه دول كانوا عاملين ازاي. احنا اتفقنا ان السوليد كان عنده ديفينيت فوليوم، طب الليكويد عنده ديفينيت فوليوم، طب الجاز عنده انديفينيت فوليوم. جميل قوي. طب انا عندي مين اللي بيقدر يتضغط؟ دايما اللي بيقدر يتضغط اللي عنده انديفينيت فوليوم. طيب احنا اتفقنا الوحيد اللي عنده indefinite volume ده مين؟ ده الجاز. لان احنا طبعا عارفين ان السوليد والليكويد عندهم definite volume. طيب اجي اسالك جيف ريزون، هو ليه الجاز اقدر اعمل له كومبريس؟ ليه اقدر اضغطه؟ هتقول لي علشان هو عنده indefinite volume. نفس الفكره بالظبط بتاعت الفلويدز. احنا لما كنت باجي اسالك هو ليه الجاز بعتبره فلويد، هتقول لي عشان كان عنده indefinite shape. فانت لما تبدا ان انت تلم الدنيا كده وتبقى عارف ومجمع الدنيا ماشيه ازاي، هتلاقي ان الموضوع بسيط وجميل كده. طيب يبقى انا زي ما قلت لك عندي خاصيه الفلويدز بتعتمد على الشيب، وخاصيه الكمبريسابيلتي بتعتمد على الفوليوم. جميل جميل. يبقى انا لو جبت لك دلوقتي حاجه اسمها بيستون، الاداه اللي احنا بنستخدمها علشان نضغط، وقلت لك مثلا ان انا عندي ماتر اكس هنا وعندي ماتر واي هنا. طيب قلت لك انا عندي اكس ده مثلا، ده انا لقيته فلويد
تمام، بس في نفس الوقت can't be compressed. وجيت قلت لك انا عندي واي ده فلويد بس can be compressed. لحظة واحدة بس. فلويد ده معناه يا اما ليكويد يا جاز. can't be compressed ده معناه يا اما ايه؟ يا اما سوليد يا اما ليكويد. طيب انا في كل اللعبه دي بستبعد مين؟ الوحيد اللي مش موجود هنا هو السوليد. فانا جيت قلت لك فلويد، قلت لك عنده ان هو القدره ان هو يقدر يتضغط، طبعا هتدور لي على مين؟ يا ليكويد يا جاز. طب انا دلوقتي بقول لك عايز فلويد، فانا دلوقتي هقول يا ليكويد يا جاز. بقول لك ما بيتضغطش، فاحنا اتفقنا اللي ما بيتضغطش هو مين؟ هو الليكويد. فانا عندي هنا بين قوسين وهثبتها لنفسي معلومه دايما، وهم قايل ان طبعا ده مين؟ ده الليكويد. طب هنا بقول لك فلويد بينفع يتضغط، طبعا ده الجاز. يبقى انا لما اجي دايما اقول لك فلويد كانت بي كومبريس هتقول لي ليكويد، فلويد كان بي كومبريس هتقول لي جاز. يبقى كانت بي اللي ما اقدرش هيبقى الليكويد، كان بي اللي اقدر اضغطه هيبقى الجاز. هو ده الفرق ما بينهم هما الاثنين. اتفقنا؟ اتفقنا. عندك بعد كده ثانيه نغير اللون. طيب ايه هي البراونيان موشن؟ البراونيان موشن طبعا كان مين الساينتست اللي اكتشفها؟ طبعا من اسمه هي اسمها براونيان موشن، يبقى العالم اللي اكتشفها كان اسمه براون. اتفقنا؟ اتفقنا. طب كانت ايه هي البراونيان موشن؟ قال لك بص يا باشا احنا هنجيب فلويد، تمام، والفلويد ده كان ووتر مثلا. جميل. طيب قال لك ان احنا عندنا الفلويد ده هنحط عليه حاجه اسمها بولينج جرين اللي هي حبوب اللقاح، وقال لك انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل. تعالى نبدا نرسمها علشان نتخيل كده. دلوقتي انا عندي ادي الابيض ده الكونتينر بتاعنا وادي الووتر. طيب وعندك النقط دي هعتبرها البولينج جرين، والنقط الزرقاء دي هعتبرها الووتر. اتفقنا؟ بس انا نكبر الووتر شويه. طيب انا عندي طبعا الماتر احنا اتفقنا ان هي متكونه من حاجات صغيره اسمها بارتكلز، فانت عندك البارتكل بتاعت الفلويد هتبدا تعمل كولويد او تبدا تتصادم مع البولينج جرين. فانت عندك طالما حاجتين خبطوا في بعض هيبدا ان كل واحد فيهم يروح في اتجاه، فتبدا تلاقي ان البارتكلز عماله تتحرك كده. اتفقنا؟ طيب يبقى انا زي ما قلت لك ان انا عندي هنا ان البارتكلز اوف فلويد، تمام، هتقول لي ويل كولويد with bowling green. بس كده هو ده يا عم البراونيان موشن. اتفقنا؟ يبقى انا عندي السوليد اللي انا حطيته جوه الميه او البولينج جرين هيبدا يحصل لهم كوليجن مع بعض. اتفقنا؟ هتلاقي ان كل واحد فيهم عمال يروح في اتجاه، وكان مين العالم اللي قال كده؟ كان طبعا اسمه براون. طيب عندك بعد كده بقى اخر حاجه بالنسبه لي في الدرس الاول حاجه اسمها ديفيوجن. ماشي. زي ما قلت لك حاجه اسمها ديفيوجن، استنى بس نعملها ايه زي كده. ديفيوجن او اللي احنا بنقول عليه الانتشار. طيب انا دلوقتي عايز اقارن ما بين الانتشار في السوليد والليكويد والجاز. تعالى نكتب ادي سوليد وليكويد وكمان الجاز. بص يا سيدي، انا كنت بقول طبعا ان الانتشار هنا بلاقي في السوليد بلاقي دايما ان هو سلو او فيري سلو. اتفقنا؟ وفي الليكويد بلاقيه دايما ان هو ميديوم. لكن الانتشار او الديفيوجن دايما في الجاز بلاقيه ايه؟ فاست. طيب دلوقتي انت لو جبت مثلا ادي سبونج او اللي احنا بنقول عليها سفنجه، والسفنجه دي بدات ان انا احط عليها مثلا كلر، هتلاقي ان اللون هيبدا ينتشر بس ببطء جدا. اتفقنا؟ فعشان كده بقول دايما الديفيوجن في السوليد سلو. طب بالنسبه للليكويد، لو انا جبت كوبايه ميه كده وحطيت عليها حاجه اسمها بوتاسيوم بيرمنجانات، اتفقنا؟ البوتاسيوم بيرمنجانات ده ليه لون بنفسجي كده شويه. طيب فانت هتلاقي ان اللون هيبدا ينتشر في الميه
اتفقنا؟ فبنقول دايما ان الديفيوجن بتاع الليكويد ميديا. طب بالنسبه للجاز، دلوقتي لو حضرتك مثلا فتحت ازازه برفيوم، طبعا انا فاشل في الرسم، نعتبر ان ده برفيوم وانت فتحتها، تبدا تلاقي ان الريحه بدات تنتشر في المكان، والريحه بتوصل بسرعه جدا. اتفقنا؟ علشان احنا بنقول ان الديفيوجن او الانتشار في الجاز بيبقى ايه؟ بيبقى فاست. اتفقنا؟ طيب انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي هو ده ليسون 1. جميل؟ جميل. ده كله تحفه و100 فل و10 والدنيا جميله وزي العسل. هعمل جدول بسرعه واجي لك تاني. اتفقنا؟ اديني لحظه، استنى بس ايه اظبط لك السكرين بحيث ان انت تاخد سكرين شوت للبورد كلها، وبعد كده ايه اعمل لك الجدول. بس كده يا معلم، خد سكرين شوت. طيب اتأخرت عليك؟ ان شاء الله لا. دلوقتي احنا عملنا جدول، كتبت هنا سوليد ليكويد وجاز. اتفقنا؟ طيب انا دلوقتي هبدا اقارن ما بينهم في حاجات كالتالي. حاجه اسمها الشيب، فوليوم، الفلويد هو فلويد ولا لا بقى، وبيقدر ان هو يتضغط ولا لا، وحاجه اسمها الاتراكشن فورس هشرحها دلوقتي، وحاجه اسمها السبيسز او المساحات اللي ما بين البارتكلز. طيب دلوقتي انا لو جيت بصيت للسوليد كده، السوليد احنا اتفقنا ان هو عنده ايه؟ عنده ديفينيت شيب. اتفقنا؟ طيب عندك الليكويد كنا بنقول ان هي عندها indefinite shape. طيب دلوقتي لما انا اقول على الليكويد ان هو عنده indefinite shape، فده بيديله خاصيه بنقول ان هو take the shape of container. بيقدر دايما الليكويد ياخد شكل الاناء او الوعاء اللي انت بتحطه فيه. بمعنى حطيت الميه بتاعتك في ازازه هتاخد شكل الازاز، حطيت الميه في كوبايه هتاخد شكل الكوبايه. تمام؟ فيعني دي حاجه مفروغ منها. طب بالنسبه للجاز بقى بنقول برضو ان هو عنده indefinite shape. جميل. طب بالنسبه للفوليوم كنا بنقول ان السوليد عنده definite volume. طيب بالنسبه للليكويد كنا بنقول ان هي عندها برضو definite volume. طب بالنسبه للجاز كنا بنقول ان هو عنده indefinite volume. طيب هل السوليد فلويد؟ احنا اتفقنا لا. شرط علشان ابقى فلويد قلنا لازم يبقى عندي indefinite shape. جميل؟ طيب الليكويد عنده indefinite shape فطبعا هو فلويد. طب بالنسبه للجاز عنده برضه indefinite shape فاتفقنا ان هو فلويد. طيب هل السوليد بنقدر نعمل له كومبريس او نضغطه؟ طبعا لا. طب ليه؟ اتفقنا علشان اضغط لازم يبقى عندي indefinite volume، فطبعا عشان السوليد عنده definite volume فطبعا ما بيتضغطش. طب بالنسبه للليكويد نفس الكلام، عندها definite volume فما بتتضغطش. طب بالنسبه للجاز، الجاز طبعا عنده indefinite volume فينفع يتضغط. طب بالنسبه للاتراكشن فورس، انا لو بصيت كده على البارتكلز بتاعت السوليد هلاقيها كلها قريبه من بعض كده. اتفقنا؟ فمعنى ان هي قريبه من بعض ان في قوه بتشدها ناحيه بعض كده، كأن حد شدك تمام ومخليك لازق فيه كده. فانا بقول دايما ان السوليد عنده سترونج اتراكشن فورس. اتفقنا؟ لو جيت بصيت كده على الليكويد هلاقي ان البارتكلز بتاعته بعيده عن بعض نسبيا كده. فبنقول دايما ان هي عندها ميديوم اتراكشن فورس. طب بالنسبه للجاز، الجاز هتلاقي ان البارتكلز بعيده جدا عن بعض، فبنقول ان هو عنده very weak attraction force. طب بالنسبه للسبيسز، انت راجل شواف وانت اللي هتقولها لي. دلوقتي هنا المساحات اللي ما بين كل بارتكل والتاني كبيره ولا صغيره؟ طبعا انت لو جيت بصيت هتلاقي ان هي صغيره جدا، فبتقول ان السوليد عنده نارو سبيسز يعني مسافات ضيقه. طب بالنسبه للليكويد، عامه الليكويد في كل حاجه ميديوم. اتفقنا؟ طب بالنسبه للجاز، الجاز احنا اتفقنا علشان الاتراكشن فورس ما بينه ضعيف جدا، هتلاقي ان المسافه ما بين كل البارتكل والتاني كبيره جدا، فبنقول ان هو عنده وايد سبيسز يعني مسافات ايه؟ واسعه. جميل؟ الجدول ده احنا هنفضل نزود عليه كل شويه لغايه لما نبدا. طب احنا ممكن نضيف عليه حاجه كمان علشان وانت بتذاكر تبقى الدنيا ايه؟ متجمعه معاك ومفيش حاجه تلخبطك. طيب انا ممكن ازود خانه كمان هنا
ونسميها diffusion. طيب احنا اتفقنا الديفيوجن اللي في السوليد دايما بيبقى ايه؟ قلنا بيبقى سلو. طب الووتر اتفقنا الووتر في كل حاجه بتبقى ميديوم. طب والجاز قلنا الديفيوجن في الجاز فيري فاست، يعني سريع جدا. اتفقنا؟ ده اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي. اظن ان مفيش حاجه صعبه ان شاء الله والدنيا هتبقى جميله. انا هسيب السلايد دي كده زي ما هي علشان احنا ان شاء الله نفضل نزود عليها كل شويه. اتفقنا؟ احنا كده خلصنا الحمد لله، يعتبر خلصنا كده ليسون 1 وهرسنا يعني يعتبر الافكار بتاعته، وان شاء الله مفيش حاجه هتخرج بره الكلام ده. بس زي ما قلت لك انت تبقى شاطر كده وماسك قلمك وكراسك وبتكتب معايا، وان شاء الله هتلاقي ان الدنيا بتتلم. اتفقنا؟ همسح البورد وارجع لك تاني ونبدا في ليسون 2 ان شاء الله. طيب عندنا بعد كده بقى ليسون 2 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ان احنا عندنا كل ماتر تقدر تتحول من شكل للتاني، بمعنى يعني انا اقدر احول من سوليد لليكويد ومن ليكويد لجاز وهكذا، وممكن اعمل لهم ريفرس يعني اعكسهم. طيب تعالى نشوف. انا عايزك بس تفهم حاجه بسيطه كده، ان احنا دلوقتي علشان اقدر ان انا احول الماتر من شكل للتاني بعتمد على حاجه اسمها الثيرمال انرجي. اتفقنا؟ فاحنا بنقول ان الماتر can be changed from a state to another by. ونقف هنا بقى. طيب دلوقتي انا اقدر احول زي ما قلت لك من ستيت للتانيه، وطبعا هفكرك الستيتس اللي هم كان مين؟ سوليد وليكويد وجاز. طيب اقدر احول ما بينهم ازاي؟ عندك عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق ان انا اعمل جين ثيرمال انرجي، يا اما عن طريق ان انا اعمل لوز ثيرمال انرجي. جميل قوي. طيب تعالى نشوف في الاول ايه هي التو بروسيسز هنا اللي بقدر اكسب فيهم حراره والاثنين اللي بخسر فيهم حراره. بص يا سيدي، انا دايما عندي اللي بكسب فيه حراره هما اثنين. اتفقنا؟ عمليه الايفابوريشن او ليها مصطلح تاني اللي احنا بنقول عليه البويلنج، وهنفهم الفرق ما بينهم كمان شويه. او عمليه تانيه احنا بنسميها الميلتنج. طب الناحيه التانيه بعمل لوس ثيرمال انرجي امتى؟ في عمليتين. عمليه كان اسمها فريزنج، وعمليه تانيه اسمها كوندنسيشن. هشرح لك كل واحده فيهم بالتفصيل، بس خلينا نتفق اتفاق بس يعني كده نثبت كام حاجه قبل ما نبدا. بص يا سيدي، طول ما انا قلت لك انا كسبت حراره يبقى كل اللي هيحصل كالتالي. قلت لك خسرت حراره يبقى اللي هيحصل برضه كالتالي. عد معايا. طالما قلت لك انا كسبت حراره ده معناه ان الكاينيتيك انرجي او اللي احنا بنقول عليها الموفمنت اوف بارتكلز هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها انكريز. اتفقنا؟ يبقى انا كل ما بسخن هلاقي السرعه بتاعه البارتكلز بتزيد. افتكر كده مثلا زي اللبن احنا اول لما بنبدا نغليه بتلاقي ان درجه الحراره كل ما تزيد كل ما اللبن يتحرك اكتر، تزود درجه الحراره اكتر اللبن يتحرك اكتر. اتفقنا؟ لغايه لما اللبن يبص تعمل كده بس وترجع تاني تلاقي اللبن حصل له ايه؟ تلاقي اللبن فار. ده بسبب ايه؟ بسبب ان درجه الحراره زادت، فتلاقي ان سرعه البارتكلز زي كمان بدات تزيد فبدات تتحرك. تمام؟ فتلاقي ان اللبن فار ونزل على البوتاجاز بتاعك وماما تقتلك بعد كده. طيب عندك بعد كده تاني حاجه، لو انا سخنت هلاقي ان السبيسز اللي ما بين البارتكلز انكريز. اتفقنا؟ طيب تالت حاجه، طالما انا قلت لك انا سخنت هلاقي ان حاجه اسمها الاتراكشن فورس اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها من شويه حصل لها ايه؟ حصل لها ديكريز.
يبقى جميل قوي. يبقى انا اي عمليه من الاثنين دول قلت لك عملتهم، يبقى انا هثبت فيهم اللي احنا لسه قايلينه ده، ان الكاينيتيك انرجي هتزيد، هلاقي ان الاتراكشن فورس هيقل، والاقي ان السبيسز بتزيد. طب الناحيه الثانيه اعكسهم بقى وخليك ناصح. يعني انا ممكن اعمل كده واقوم قايل ان الكاينيتيك انرجي هيحصل لها ايه؟ الكاينيتيك انرجي هنا هيحصل لها ديكريز. طب هنا هلاقي ان حاجه اسمها الاتراكشن فورس حصل لها انكريز. لا خلينا ماشيين بنفس النمط، يعني علشان ايه؟ عشان بس ما نلخبطش الدنيا. احنا هنا تاني واحده كاتبين سبيسز، يبقى هنا نكتب سبيسز برضه. فتلاقي هنا زي ما قلت لك السبيسز حصل لها ايه؟ حصل لها ديكريز. طب بالنسبه للاتراكشن فورس هتلاقي حصل لها انكريز. طيب ايه بقى العمليات دي؟ احنا عمالين نقول عمليات 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 وانا مش فاهمين اصلا ايه الحاجات دي. بص يا سيدي، روح فين الأول؟ بص يا سيدي، دلوقتي زي ما قلت لك ثانية بس نختار قلم. انا دلوقتي مثلا عندي عمليه اسمها evaporation. ايه هي عمليه الايفابوريشن؟ عمليه الايفابوريشن كالتالي، ان انا ابدا احول الماتر من الليكويد ستيت لحاجه اسمها الجاز ستيت. اتفقنا؟ طيب عندك بعد كده عمليه ثانيه اسمها الكوندنسيشن. الكوندنسيشن هو ان انا ابدا احول الماتر من حاجه اسمها الجاز ستيت لحاجه ثانيه اسمها الليكويد ستيت. جميل. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها الميلتنج. الميلتنج بقول ان انا دايما بحول من حاجه اسمها السوليد ستيت لحاجه تانية اسمها الليكويد ستيت. طب بالنسبه لحاجه اسمها الفريزنج، بص يا سيدي، الفريزنج بقى العكس، بحول من الليكويد للايه؟ للسوليد. طيب لو جيت بصيت كده هلاقي ان كل اتنين عكس بعض، كل اتنين عكس بعض. فانا لو جيت بصيت على الاتنين دول هلاقي ان دول ريفرسد، او دول الريفرس بتوع بعض. بمعنى يعني انا هتلاقيني ان انا عكس، هنا في الايفابوريشن بحول من ليكويد لجاز، لكن هنا في الكوندنسيشن بحول من جاز لايه؟ لليكويد. طب بالنسبه للميلتنج والفريزنج نفس الكلام، هتلاقي ان دول الريفرس بتوع بعض. طيب ازاي؟ هلاقي في الميلتنج ان انا بحول من السوليد للليكويد، لكن في الفريزنج بحول من الليكويد للايه؟ للسوليد. طب في اتنين كمان، واحده اسمها سبليميشن، والسبليميشن دي ان انا احول دايركت من حاجه اسمها السوليد ستيت للجازيز ستيت. اتفقنا؟ بس بشرط ان انا ما اعديش على الليكويد ابدا. طيب عندك بعد كده عمليه ثابته اسمها ديبوزيشن. طيب الديبوزيشن العكس بقى، ان انا احول من الجاز للسوليد من غير ما اعدي على الليكويد. اتفقنا؟ فانا هقول نفس الكلام هنا، ان الاثنين دول الريفرس بتوع بعض. وكلمه ريفرس طبعا بمعنى عكس بعض. اتفقنا؟ طيب جميل قوي، تعالى نكمل. بص يا سيدي، عندك بعد كده بقى في جراف، يعني اتمنى ان انت تفتح مخك كده معايا شويه واحنا بنشرحه، وان شاء الله الدنيا هتظبط. شكل الجراف عامل كده، اديني بس لحظه هرسمه واجيلك. طيب استنى، ادي ايه؟ بي سي، وهنا دي اي
واكتب هنا كلمه temperature. اتفقنا؟ وتعالى نشوف بقى. دلوقتي انا بقول لك ان انا عندي ده الماتر بتوعي. اتفقنا؟ دي الستيتس اوف ماتر. وابدا ان انا احول من ماتر للتاني، بس انا هنا هعتمد على درجه الحراره. درجه الحراره هي اللي هتحكمني في النقطه دي. طيب ازاي؟ بص يا سيدي، انا عندي النقط دي، انا هسمي هنا النقطه دي الميلتنج عند الحته دي كده اهي، وهسمي عند الحته دي كده حاجه اسمها بويلنج. جميل قوي. طيب دلوقتي انا في الميلتنج انا بحول من ايه لايه؟ انا طبعا بحول من سوليد لحاجه اسمها ايه؟ ليكويد. طب بص كده، احنا نطينا. انا درجه الحراره، انا كنت هنا كانت درجه الحراره 0. اتفقنا؟ فضلت الحراره تزيد وانا سوليد. ها خلي بالك، انا سوليد. فضلت درجه الحراره تزيد لغايه لما جت فتره كده ووقفت. تمام؟ لقيت نفسي بعد كده اتحولت لليكويد. طب انا في الفتره اللي الحراره وقفت فيها دي اللي هي بي وسي، من بي لسي، ايه اللي حصل في الفتره دي؟ في الفتره دي احنا بنقول ان التمبريتشر هنا كانت كونستانت. يعني ايه كونستانت؟ يعني درجه الحراره في الفتره دي ما اتغيرتش. طيب طالما هي ما اتغيرتش بقى، قال لك في اللحظه دي بنسميها مرحله الميلتنج. وفي مرحله الميلتنج دي بتبقى الماتر في حالتينها الاثنين، بتبقى سوليد وفي نفس الوقت بتبقى ليكويد. اتفقنا؟ طيب نفس الفكره. طب دلوقتي انا عندي من سي لدي انا ايه؟ ليكويد. طيب ودلوقتي انا بقول لك انا هعمل عمليه بويلنج، واحنا اتفقنا البويلنج او الايفابوريشن بحول من الليكويد للجاز. طب ادي الليكويد درجه الحراره فضلت تزيد وجت مره واحده ثبتت. اتفقنا؟ وبعد كده بدات تتحول لجاز. طب انا في الفتره اللي في النص دي كنت عباره عن ايه؟ الفتره من دي لغايه ايه برضه نفس الكلام. التمبريتشر هنا كانت كونستانت. تمام؟ طيب والفتره دي احنا بنسميها بويلنج. طيب وعند مرحله البويلنج بلاقيني نفس الكلام، بلاقي ان انا ليكويد وفي نفس الوقت برضه انا جاز. جميل؟ يبقى انا دايما في الفترات اللي الحراره بتثبت فيها مره واحده كده انا ببقى الحالتين. يعني انا هنا عند الفتره بتاعت الميلتنج اللي هي من دي لسي انا كنت سوليد وليكويد في نفس الوقت. طب في الفتره من دي لاي نفس الكلام، كانت درجه الحراره ثابته وحصلت عمليه البويلنج وبقت ليكويد وجاز في نفس الوقت. تمام؟ طيب جميل قوي. تعال نكمل. طب انا اجي اقول لك انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي بتاثر على الميلتنج والبويلنج. بص يا سيدي، انا هختصرها لك بحاجتين بساط كده، حاجه اسمها بريشر وحاجه تانية اسمها بيوريتي. بريشر طبعا بمعنى الضغط، وبيوريتي بمعنى النقاء. بص يا سيدي، تعالى بس الاول نرسم كده خطين من هنا وخطين من هنا، وندي المثال بتاع الدرس لكل واحد من دول. البريشر ادي كلمه بويلنج بوينت، وادي كلمه ميلتنج بوينت، وادي هنا بويلنج بوينت نفس الكلام ميلتنج بوينت. بص يا سيدي بقى، احنا عندنا لو انا دلوقتي جبت جبل وانا قلت لك ان انا كل ما بطلع لفوق كده بلاقي ان البريشر بيقل. جميل؟ جميل جدا. طيب دلوقتي انا عندي البريشر والبويلنج بوينت الاثنين دول دايركت، بمعنى كل ما البريشر يزيد كل ما البويلنج هو كمان بيحصل له ايه؟ بيزيد. جميل؟ جميل. وانا اتفقت معاك ان انا كل ما بطلع لفوق كده بلاقي ان البريشر بيحصل له ديكريز. كل ما بطلع لفوق الضغط بيقل. طيب واحنا اتفقنا ان الريليشن ما بين البريشر والبويلنج بوينت دايركت، يعني الاثنين يزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض. طب انا دلوقتي بقول لك ان البريشر قل، يبقى البويلنج هو كمان هيحصل له ايه؟ يبقى البويلنج هو كمان هيحصل له ديكريز. اتفقنا؟ طيب بيقل بقى بمعدل قد ايه؟ قال لك كل ما بنطلع 300 متر لفوق هلاقي ان البويلنج بيقل بمقدار 1 ديجري سيلسيوس. اتفقنا؟
يبقى انا دلوقتي كل ما اطلع 300 متر لفوق هلاقي ان البويلنج بيقل بمقدار قد ايه؟ 1 ديجري سيلسيوس. طب بالنسبه بقى للميلتنج بوينت، البويلنج والميلتنج عكس بعض. طالما البويلنج زاد هلاقي ان الميلتنج بيحصل له ايه؟ بيقل. اتفقنا؟ طيب ودايما بتلاقيه ان هو يعني الاثنين عكس بعض، بويلنج زاد ميلتنج قل. طب انا دلوقتي قلت لك انا طلعت فوق الجبل، مش البريشر هيقل ولا ان البويلنج بيقل؟ يبقى انا هلاقي ان هنا وانا طالع فوق الجبل الميلتنج بيحصل له ايه؟ بيزيد. يبقى انا عند النقطه اللي فوق دي فوق الجبل هلاقي حاجتين، هلاقي ان البويلنج بتاع الووتر قليل جدا، لكن هلاقي ان الميلتنج بتاع الايس ايه؟ عالي. اتفقنا؟ طيب تعالى نكمل بعد كده. طب بالنسبه للبيوريتي بقى، البيوريتي بمعنى النقاء، او انا بحب اقول عليها لو احنا ضفنا ملح او سكر. اتفقنا؟ طيب هو احنا عامه الطبيعي يعني دلوقتي لو انت عندك بيور ووتر ات سي ليفل، قلت لك حاجه من الاثنين دول، ميه نقيه او ميه عند سطح البحر. اتفقنا؟ في الحالتين دول هتلاقي ان البويلنج بوينت بتاعت الووتر عنده 100 ديجري سيلسيوس. طب بالنسبه للميلتنج بوينت هتلاقي ان هو عند 0 ديجري سيلسيوس. بس خلي بالك ما ينفعش استخدم الارقام دي غير لو لقيت حاجه من الاثنين دول، يا اما كلمه بيور ووتر يا اما كلمه سي ليفل. اتمنى ما تنساش. طيب دلوقتي انا عندي، هو كان جه قايل لك كده لو نفترض ان انا جبت لتر ميه، جبت حاجه اسمها ديستلد ووتر اللي هي ميه مقطره، وبدات ان انا احط عليها 180 جرام من حاجه اسمها جلوكوز. طيب عايز اعرف ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا لما احط ملح او احط سكر في الميه النقاء بيقل. اتفقنا؟ طيب فانا دلوقتي بمجرد ما احط سكر جوه الميه هلاقي عندي حاجتين، هلاقي ان البويلنج بوينت حصل لها انكريز، لكن الميلتنج بوينت حصل لها ايه؟ ديكريز. اتفقنا؟ طيب ده صعب؟ لا. طب بص هو كان مديك هنا رقم، انا افتكرت هو بيقول لك ان هو هيقل بمقدار 1.86 ديجري سيلسيوس. يبقى انا على كل 180 جرام جلوكوز احطهم للميه هلاقي ان الميلتنج بوينت او الفريزنج بوينت بتاعت الميه بتقل بالمقدار ده 1.86. اتفقنا؟ ده صعب لغايه دلوقتي؟ طيب عندك بعد كده بقى اخر حاجه، ودي المقارنه ما بين حاجه اسمها الايفابوريشن وما بين حاجه ثانيه اسمها بويلنج. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاثنين بمعنى غليان، والاثنين بحول فيهم من الليكويد ستيت للجازيز ستيت. بس ايه الفرق؟ انا دايما عندي عمليه الايفابوريشن بتحصل دايما للسيرفيس اوف ووتر، يعني ادي الكونتينر اهو، هتلاقي ان الووتر لغايه هنا الايفابوريشن ما بيحصلش غير للميه اللي فوق، الميه اللي موجوده على السطح. اتفقنا؟ وشرط للايفابوريشن ان هو يحصل دايما عند درجه حراره اقل من 100. اتفقنا؟ فاحنا بنقول هنا ان الووتر change from liquid to gas at any point except ايه؟ except البويلنج. يبقى انا عندي عمليه الايفابوريشن ان الميه تتبخر عند اي درجه ما عدا كام؟ ما عدا 100 ديجري سيلسيوس. طب انا اعرف منين ان حصل ايفابوريشن ولا حصل بويلنج؟ قال لك خلي بالك الايفابوريشن دايما ما فيهوش بابلز. هتلاقي ان الميه اول لما بتبدا تغلي بتلاقي ان في بلالين بتبدا تظهر على السيرفس كده، بتلاقي بيحصل حاجه اسمها سيرفس تنشن او حاجه اسمها تشتت السطح، فبتلاقي ان الميه عماله تبقلل وعماله تطلع وتنزل كده. في الايفابوريشن ما بيحصلش الكلام ده، ما بتظهرش البابلز. لكن في البويلنج بقى، في البويلنج بتلاقي ان شكل الكونتينر اهو والميه موجوده، بس هتلاقي ان الميه عماله تعمل بابلز وعماله تطلع وتنزل كده. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ان الميه وصلت للبويلنج بوينت اللي هي كام؟ 100 ديجري سيلسيوس. اتفقنا؟ وشرط اساسي هنا
ان يحصل ايه؟ يحصل بابلز. طيب الايفابوريشن بتتاثر بايه؟ خلي بالك ان الايفابوريشن بتتاثر باربع حاجات. ايه هما بقى؟ بتتاثر بحاجه اسمها اثبت بس كده. بتتاثر بحاجه اسمها temperature، وحاجه اسمها humidity، وحاجه اسمها air current، وحاجه رابعه كان اسمها temperature humidity و air current، وحاجه كمان اسمها السيرفيس اريا. جميل. كل اللي يهمني هنا ان انت تبقى عارف الريليشن ما بينهم علشان ما تتلخبطش. طيب دلوقتي انا عندي اول لما الايفابوريشن او لما التمبريتشر بتزيد بلاقي الايفابوريشن بيزيد. لو الهيوميديتي قلت هلاقي الايفابوريشن زاد. لو الاير كارنت زاد هلاقي الايفابوريشن زاد. لو السيرفيس اريا زادت هلاقي الايفابوريشن بيحصل لها ايه؟ بتزيد. اتفقنا؟ فهي دي كل الريليشنز ما بينهم. خلي بالك بقى دايما سهم لفوق كده اعرف ان انا اقصد ان الريليشن دايركت. سهم لتحت كده اعرف ان الريليشن انفرس. طب افرق ما بينهم ازاي؟ دايركت الاثنين بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض. انفرس يعني واحد بيزيد والتاني بيحصل له ايه؟ بيقل. جميل جدا. تعالى نشرحهم كده بسرعه علشان تبقى فاهم المصطلحات، مش هين عليا والله كروتك في الحته دي. فيلا دلوقتي انا عندي لو درجه الحراره زادت هلاقي ان نسبه التبخر بتاعه الميه بتزيد. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها هيوميديتي اللي هي الرطوبه. دلوقتي احنا عندنا الميه لما بتبدا تتبخر بتبدا تطلع في الجو. الميه او بخار الميه لما بيبدا يكتر في الجو دي بنسميها رطوبه. طيب احنا عندنا اي حاجه في الدنيا ليها حد استيعاب او بنقول عليها كاباسيتي. طيب فاحنا عندنا الهواء بمجرد ما بيستكفى بكميه بخار الميه اللي هو شايلها ما بيرضاش يخلي الميه تتبخر تاني. فانا عندي كل ما الهيوميديتي او الرطوبه تقل هلاقي بقى ان الميه بتتبخر براحتها لان الهواء ما بيبقاش شايل بخار. طب بالنسبه بقى للاير كارنت، الاير كارنت ده اللي هي تيارات الهواء. احنا عندنا تيارات الهواء او بقى حركه الرياح وهي ماشيه كده بتبدا توزع البخار فبتسمح لبخار ميه يطلع تاني. اتفقنا؟ وتبدا عمليه الايفابوريشن تزيد. طب بالنسبه للسيرفيس اريا، كل ما بنزود مساحه السطح زي البحر كده بتلاقي ان عمليه الايفابوريشن فيه بتزيد. اتفقنا؟ طيب حاجه اخيره بقى، الفرق ما بين الكوفي العاديه اللي احنا بنقول عليها الريجولار كوفي وحاجه اسمها الانستنت كوفي. طيب بص يا سيدي، احنا عندنا الريجولار كوفي او احنا بنقول عليها القهوه العاديه. بص يا سيدي دي بنقول عليها ان هي بتدوب ببطء في الميه، فاحنا بنقول ان هي سلول dissolve in water. اتفقنا؟ طيب يبقى انا زي ما قلت لك هي بتدوب ببطء في الميه فهنقول ان هي dissolve slowly in water. ثانيه بس ايه امسح حاجه بسيطه كده عشان تعرف ايه تبقى بسيطه عليك اهو. هتكتب كده dissolve slowly in water. طب بالنسبه للانستنت كوفي بقى بنقول ان هي dissolve quick، دي بتدوب بسرعه عشان كده بنسميها قهوه سريعه التحضير. بس كده وبكده ابقى انا شرحت لك الدرس كله بتاع ليسون 2 واتمنى ان انت تكون فهمته والدنيا تكون جميله والدرس ما يكونش صعب عليك. انا هحاول اكبر لك البورد عشان تاخد سكرين شوت للي احنا شرحناه كله وتعرف ايه تنقله براحتك. استنى. بس كده ده ليسون 2 كله. اتفقنا؟ انت بس تعمل له كده سكرين شوت وان شاء الله الدنيا تبقى تمام. انا مش عارف هو ظاهر في الكاميرا كويس ولا لا. لحظه. لا استنى هقسمه لك ايه نصين بحيث ان انت ايه كل نص يبان كويس جدا في السكرين شوت. ده اول جزء. ثانيه بس اتاكد في الكاميرا ان هو باين كويس.
تمام. الجزء اللي بعده استنى. بس كده، خد سكرين شوت تاني. تمام. بس كده يا عم، يبقى احنا خلصنا ليسون 1 وليسون 2. هاخد بريك بسرعه وراجع لك تاني. بص الحركه دي عجبتك صح؟ طيب ادينا رجعنا. تعالى بقى نكمل ليسون 3. ليسون 3 كان بيتكلم عن ان احنا عندنا حاجه اسمها سيستم وحاجه حواليها اسمها سراوندنج. اتفقنا؟ طيب انا دلوقتي لازم اعرف مين بيدي لمين ومين بياخد من مين وحاجات كتير كده ليها علاقه بالهيت. تعالى نمشي واحده واحده وان شاء الله الليسون ده كمان يبقى سهل كده والدنيا تمشي معانا كويس. نكتب هنا بس نظبط القلم. تعالى نكتب هنا ليسون 3. ماشي. طيب دلوقتي انت عندك ليسون 3 زي ما قلت لك، هو هيبدأ يتكلم عن حاجات بسيطة كده. حاجة اسمها سيستم وحاجة تانية اسمها ايه؟ سراوند. طيب تعالى نتخيل. دلوقتي انت عندك شايف الطبق ده؟ الطبق ده جواه ليكويد. الاتنين دول على بعض كده ده اسمه سيستم. اتفقنا؟ شفت المكان اللي حوالين السيستم ده كله؟ السحابة اللي أنا بعملها دي ده اسمه surrounding. جميل جدا. يبقى أنا زي ما قلت لك المكان اللي أنا بعمل فيه التفاعل أو المكان اللي أنا بعمل فيه الأبحاث أو الدراسة بتاعتي ده أنا بسميه سيستم. طب المكان اللي حواليه ده اسمه surrounding. كنت بديك مثال بسيط كده واحنا في السنتر، بقول لك دلوقتي أنت عندك لما تيجي مثلا تخش المطبخ وتيجي تعمل اندومي، الحلة والمية نفسها الاتنين دول مع بعض اسمهم سيستم. طب المطبخ المكان اللي حواليه ده اسمه سراوندنج. اتفقنا؟ يبقى انا المكان اللي بعمل فيه الرياكشن او بعمل فيه الاستاديز بتاعتي ده بسميه سيستم. اتفقنا؟ فانا بقول عليه دايما في التعريف بتاعه ان ده بارت اوف يونيفرس. اتفقنا؟ طيب طب بالنسبه للسراوندنج بقى بقول ان ده البارت that can exchange. ده الجزء اللي بيقدر يبدل حاجتين، حاجة اسمها ماتر وحاجة تانية اسمها انرجي. طيب تعالى نكمل. طب لما اجي اسألك ايه هي التايبس اوف سيستم؟ انا ما اعرفش هو بيغير اللون ليه بس هو بيشكل فبراحته بقى، سيبك منه ركز معايا. دلوقتي زي ما قلت لك ايه هي التايبس اوف سيستم؟ تايبس اوف سيستم احنا هنقسمها 3 انواع. نوع احنا بنقول عليه اوبن سيستم، ونوع تاني بنقول عليه كلوزد سيستم، ونوع تالت بنقول عليه ايزوليتد سيستم. جميل قوي. يبقى انا عندي اوبن، كلوزد، وتالت حاجه ايه؟ ايزوليتد. الانواع دي بتفرق في ايه؟ بتفرق في حاجه اسمها تبادل الماتر اللي هي الماده والانرجي اللي هي الطاقه. طيب تعال نجرب. دلوقتي انا عندي الاوبن سيستم هتتخيلوا دايما ان هو عباره عن حله من غير غطا. طب دلوقتي انت لو بدات ان انت مثلا تسخن ميه والحله مش متغطيه، هتلاقي ان الميه دي بتبدا ايه؟ تبدا تتحول لبخار، والبخار ده يبدا يطلع بره كده، صح؟ وهتلاقي في نفس الوقت الحله بتخرج حراره. فاحنا بنقول دايما ان الاوبن سيستم بيقدر يعمل اكستشينج الحاجتين. ايه هما بقى؟ حاجه اسمها الانرجي وحاجه تانية اسمها الماتر. طب بالنسبه للكلوزد سيستم، شفت الحله الاولانيه اختها بس فرق بسيط شويه ان انا هحط لها غطا. اتفقنا؟ طيب دلوقتي انا عندي نفس الميه اللي كنت بغليها. دلوقتي الميه اول لما تبدا تتبخر البخار هيجي يخرج مش هيعرف. اتفقنا؟ لكن مين اللي هيعرف يخرج؟ هتلاقي ان الهيت بيخرج بره. فاحنا بنقول دايما في الكلوزد سيستم ان هو بيقدر يعمل اكستشينج انرجي، بيقدر يبدل الطاقه اللي بين قوسين يعني طبعا الهيت، وما بيقدرش يبدل ايه؟ يبدل حاجه اسمها الماتر. هتلاقي ان البخار مش قادر يخرج بره الحل. عندك بعد كده حاجه اسمها الايزوليتد سيستم، ودي زي حلل الضغط. دي بتبقى عباره عن حله بس متقفله كويس جدا، بص. فهتلاقي ولا عارف يخرج منها الهيت ولا عارف يخرج منها الايه؟ الفيبر مثلا. تمام؟ فدي بنقول ان هي دونت
اكستشينج ما بتبدلش اي حاجه. ايه هما بقى اي حاجه اللي احنا لسه قايلينهم من شويه؟ مش استنى نرفع سنه. كان حاجه اسمها حاجه اسمها ماتر، وحاجه تانية اسمها الانرجي. جميل، ده هنراجع عليهم بسرعه. يبقى انا عندي كده التايبس اوف سيستم اتفقنا ان هم ثلاثه: اوبن وكلوزد وايزوليتد. الاوبن قلنا بيبدل كل حاجه، كل حاجه ده اللي هو كان مين؟ كان حاجه اسمها الانرجي وحاجه ثانيه اسمها الايه؟ الماتر. طب الكلوزد سيستم قلت لك حاجه وحاجه، بيقدر دايما يبدل حاجه اسمها انرجي لكن ما يقدرش يبدل مين؟ ما بيقدرش يبدل الماتر. طب بالنسبه للايزوليتد قلت لك ده بقى اف، ما بيبدلش اي حاجه، ولا ماتر ولا بيبدل انرجي. طب اجي اطلب منك كده في الامتحان، انا عايز امثله. عندك المثال على الاوبن سيستم زي حاجه اسمها الاوبن كوكينج بان. عندك اواني الطهي اللي من غير غطا. طب بالنسبه للكلوز سيستم زي حاجه اسمها الصودا كان اللي هي كنزات البيبسي. طب بالنسبه للايزوليتد، الايزوليتد زي حاجه اسمها السيرموس اللي هو المج الحراري. اتفقنا؟ طيب تعالى نكمل. بس نظبط الشاشه بس كده. تعالى نكمل. بعد كده بقى تعالى نعمل مقارنه كده بسيطه ما بين السوليد والليكويد والجاز. قال لك ان احنا عندنا في نوع كده انرجي اسمه كاينيتيك انرجي ونوع تاني اسمه بوتنشال انرجي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الكاينيتيك انرجي دي طول ما انا بتحرك كده، يعني باجي يمين او باجي شمال او ببدا اعمل اي موشن، بتظهر طاقه عندي اسمها كاينيتيك انرجي. طب طول ما انا ثابت في مكاني وما بتحركش كده، ده انا هعتبر نفسي ان انا عندي بوتنشال انرجي، يعني طاقه ساكنه بتتخزن جوه الجسم. فاحنا هنستخدم دايما المصطلحات دي. طول ما الاوبجكت او البارتكل بيتحرك يبقى عنده كاينيتيك انرجي، لو ثبت في مكانه يبقى عنده بوتنشال انرجي. جميل، تعال نشوف بقى. طيب هكتب هنا سوليد وهنا ليكويد وهنا جاز، وتعالى نشوف. دلوقتي انت عندك السوليد، نشد منه كده خطين او بلاش عشان نعمل على شكل مقارنه، نكتب هنا كاينيتيك انرجي ونكتب هنا بوتنشال انرجي. طيب بص يا سيدي، دلوقتي زي ما قلت لك السوليد الكاينيتيك انرجي بتاعته عامله ازاي. دلوقتي انت لو مثلا جبت كرسي والكرسي ده سبته في مكانه وقعدت تتحايل عليه من هنا لبكره ان هو يتحرك، البارتكلز بتاعته تتحرك؟ هتقدر تشوف البارتكلز وهي بتتحرك بعينك؟ برضه لا. فاحنا بنقول دايما ان الكاينيتيك انرجي بتاعت السوليد دايما بتبقى سمول. طب بالنسبه للبوتنشال انرجي بتاعت السوليد احنا اتفقنا اي حد ثابت في مكانه ما بيتحركش يبقى البوتنشال انرجي بتاعته عاليه جدا لان هو بيبدا يخزن طاقه. فبنقول ان البوتنشال انرجي عنده بنقول عليها ان هي لارج او ماكسيمم. فاكر في اول الفيديو قلت لك اي حاجه ليها علاقه بالليكويد اديها واحده ايه؟ اديها واحده ميديوم. طب بالنسبه للبوتنشال انرجي نفس الكلام، يبقى ميديوم. طيب لو تفتكر كده واحنا بنشرح من شويه الجاز وكان حاجه اسمها الاتراكشن فورس، كنا بنقول ان الاتراكشن فورس في الجاز ضعيفه جدا، فبتلاقي ان كل بارتكل بيروح في ناحيه، وكنا بنقول ان الجاز بيتحرك براحته. فاحنا بنقول ان الكاينيتيك انرجي بتاعته ماكسيمم. اتفقنا؟ طب بالنسبه بقى للبوتنشال انرجي بتاعت الجاز ده واد شقي كده ما بيثبتش في مكانه، فتلاقي كل شويه عمال يتحرك فما بيقدرش ان هو يخزن طاقه. فبنقول دايما ان البوتنشال انرجي بتاعت الجاز بكام؟ بزيرو. طب جيت سالتك جيف ريزون، وانا عندي ليه السوليد مكبوت كده ودمه تقيل وثابت في مكانه ما بيتحركش؟ هتقول لي يا مستر عشان احنا خدنا في ليسون 1 ان الاتراكشن فورس في السوليد كانت ايه؟ كانت سترونج. طيب ليه الجاز الكاينيتيك انرجي فيه عاليه جدا وبيقدر يتحرك ويتنطط في كل حته كده؟ هتقول لي علشان الاتراكشن فورس كانت فيه ايه؟ كانت ويك او ضعيفه جدا. اتفقنا؟ ده صعب لغايه دلوقتي؟ طيب هعتبر ان انت رديت طبعا عشان طبعا اتعودت في السنتر، هعتبر ان انت رديت ان شاء الله ما تكونش صعب. تعال نكمل بقى. فانا زي ما قلت لك عندنا بعد كده بقى حاجه اسمها internal energy.
ايه هي الانترنال انرجي دي؟ حاجه بنقول عليها الطاقه الداخليه. طيب الطاقه الداخليه دي احنا بنحسبها ازاي؟ قال لك ان هي ليها قانون كده، بنقول دايما ان الكاينيتيك انرجي بلس الايه؟ البوتنشال انرجي. يبقى انا دلوقتي لما اجي اسالك بنحسب الانترنال انرجي ازاي؟ هتقول لي بنعمل الكاينيتيك بلس البوتنشال. اتفقنا؟ طيب انا بس عايزك تفتكر حاجه دايما، واتمنى ان انت ما تنساهاش، ان الكاينيتيك والبوتنشال الاثنين دول عكس بعض. يعني لو الكاينيتيك زادت هتلاقي البوتنشال بيحصل لها ايه؟ بتقل. طيب تعال نكمل. عندك بعد كده بقى مصطلح كده اسمه التمبريتشر، او بلاش، تعالى بس اقول لك الحاجات اللي بتاثر على الانترنال انرجي ايه. الاول دلوقتي الانترنال انرجي بتتاثر باربع حاجات. طيب اول حاجه الانترنال انرجي بتتاثر بيها حاجه اسمها التمبريتشر. اتفقنا؟ تاني حاجه اسمها الستيت اوف ماتر، اذا كنت سوليد ولا ليكويد ولا جاز. تالت حاجه اسمها الماس. ورابع حاجه اسمها التايب اوف ماتر. اتفقنا؟ طيب جميل. عندك بعد كده مصطلح تاني اسمه تمبريتشر، واتمنى ده ما تنساهوش عشان مهم جدا. طيب التمبريتشر دي بنعرف منها دايما معلومتين وليها تعريفين، واتمنى ما تنساهمش. اول تعريف للتمبريتشر ان هي اللي بتعرفنا الحاجه اذا كانت كولد ولا هوت. المصطلحين دول دايما بتوع التمبريتشر، اذا كانت الحاجه بارده ولا سخنه. طب التعريف الثاني بنقول دايما على التمبريتشر ان هي بتعمل ميجر ذا افريج كاينيتيك انرجي. اتفقنا؟ طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي التمبريتشر دايما بتقيس لي حاجه اسمها متوسط الطاقه الحركيه. بمعنى لو تفتكر كده من شويه احنا قلنا ايه؟ قلت لك ان احنا كل ما بنسخن كل ما البارتكلز حركتها ايه؟ بتزيد. فاحنا بنقول نفس المعلومه تاني، كل ما التمبريتشر بتزيد كل ما بلاقي ان الكاينيتيك انرجي بتاعت البارتكلز زي كمان ايه؟ بتزيد. فانا كل ما اسخن اكتر كل ما الحركه تزيد. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب حلو قوي، تعال نكمل. استنى نجيب سبوره جديده. بص يا سيدي بقى، فانت هتثبتها لنفسك قاعده. خلاص بقى عشان بس ايه ما نقعدش نقول في الحته دي كتير. لو انت دلوقتي عندك اي حاجه هوت هتقول لي والله دايما ده عندها fast moving particles. طيب بص انا افتكرت حاجه كده، ايه تعالى نرجع بس كده سنه بسيطه. استنى. طيب لا استنى. ايوه هي دي. بص يا سيدي، انا افتكرت حاجه بسيطه كده. دلوقتي انا لو جيت سالتك هي الموفمنت بتاعت السوليد، الحركه بتاعت السوليد دايما عامله ازاي؟ تعالى نكتب هنا كلمه موفمنت ونشاور على كل واحده. دلوقتي انت عندك السوليد دايما بتلاقي ان الحركه بتاعته عباره عن فايبريشن. طب بالنسبه مثلا للليكويد بتقول ان هو عنده relatively high motion، عنده حركه عاليه نسبيا. طب بالنسبه بقى للجاز بتقول ان هو عنده free motion، حركه حره. ماشي؟ عشان دي بس حاجه مهمه. يبقى انا دلوقتي لما اجي اسالك عن الموفمنت بتاعت السوليد، السوليد بيتحرك او الحركه بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن فايبريشنز يعني اهتزازات. لكن الحركه بتاعت الليكويد بنقول ان هي ريلاتيفلي هاي موشن، يعني الليكويد بيقدر يتحرك نسبيا. طب بالنسبه للموفمنت بتاعت الجاز بنقول ان الجاز عنده فري موشن يعني حركه حره. طيب تعالى نرجع للبورد بتاعتنا بقى. طيب فانا زي ما قلت لك بقى تعالى نكمل. انا اي حاجه مكتوب جنبها كلمه هوت هقول عليها ان هي فاست موفينج بارتكلز. اتفقنا؟ طب اي حاجه مكتوب جنبها كولد هقوم قايل عليها ان هي سلو موفينج بارتكلز. جميل جدا. طيب عندك بعد كده بقى عندي مصطلح كده اسمه الاكسشينج ان هيت او الاكسشينج ان تمبريتشر.
التشينج ان تمبريتشر او معدل التغير بتاع الحراره احنا بنقول ان هو بيتاثر دايما بثلاث حاجات. ايه هما؟ حاجه اسمها الستيت اوف ماتر، حاجه اسمها التايب اوف ماتر، وحاجه ثالثه اسمها نون ستيت وتايب، وثالث حاجه الماس. اتفقنا؟ فما تنساش الثلاثه دول. فانا دايما هقوم شادد لك خط كده وافكرك واقول لك ان هي افكتد باي ثلاث حاجات: الماس والستيت وحاجه ثالثه اسمها التايب اوف سبستنس او التايب اوف ماتر. جميل. تعالى نفتكر كل واحده فيهم كانت بتقول ايه. يعني انت دلوقتي مثلا عندك الماس. دلوقتي انا لو جبت مثلا كره كبيره كده وجبت كره صغيره، برايك مين هيسخن اسرع؟ كره رقم 1 ولا كره رقم 2؟ هتقول لي والله ده كره رقم 2 هتسخن اسرع من كره رقم 1. طب ليه؟ هتقول لي علشان دي وزنها صغير فسخنت بسرعه، لكن دي عشان وزنها كبير فسخنت ايه؟ ببطء. بمعنى دلوقتي احنا يعني انا عارف انتوا بتموتوا في الاكل، انتوا عيال تفصى اصلا، بس خلينا نمشي واحده واحده. دلوقتي انا لو قلت لك ان احنا معانا بيتزاي، والبيتزاي دي مثلا هتتقسم على 4 اشخاص، فممكن الاربعه دول يشبعوا. مثال تاني، لو انا جبت نفس البيتزايه وقسمتها مثلا على 12 شخص، هل هيشبعوا؟ مستحيل. فهو نفس الفكره. دلوقتي انا لما اجيب الحراره وابدا اوزعها مثلا هنا على 10 بارتكلز، فكل واحد هياخد حبه حراره كويس. طب لما اجي هنا بقى واوزع نفس كميه الحراره مثلا على 100 بارتكل، فهتلاقي ان هم ما بيستكفوش، ما خدوش كفايتهم من الحراره. فاحنا بنقول دايما ان اللي حجمه صغير بيبقى عنده low number of particles، بيبقى عنده عدد جزيئات قليله، وده طبعا عنده high number. فتلاقي مين بيسخن اسرع؟ اللي عنده عدد قليل. اتفقنا؟ فبنقول كده دايما ان احنا عندنا by increasing mass، تمام؟ بنقول كده ان التمبريتشر او اللي change in temperature decrease. اتفقنا؟ طيب بعد كده عندك حاجه اسمها الستيت. وخلي بالك بقى الستيت والتايب الاثنين دول قبل ما اشرحهم تعالى ايه افكرك بحاجه كده، عشان الاثنين دول بيعتمدوا على حاجه اسمها السبيسيفيك هيت. اتفقنا؟ فتعالى نكتب هنا سبيسيفيك هيت. طيب كان ايه هو السبيسيفيك هيت؟ كنا بنقول ان السبيسيفيك هيت ده دي كميه الحراره اللي انا بحتاجها علشان ازود 1 ديجري سيليزيوس لكيلو جرام من اي سبستنس. بمعنى يعني دلوقتي لو جبت كيلو ميه ودرجه حرارتها 20، كميه الطاقه اللي انا هحتاجها علشان اطلعها من 20 ل 21 ده انا بسميه ايه؟ سبيسيفيك هيت. اتفقنا؟ طيب فانا زي ما قلت لك احنا عندنا هنا بنقول مثلا ان انت عندك الووتر، علشان اخليها تطلع من 20 ديجري سيليزيوس لغايه 21 ديجري سيليزيوس، كميه الانرجي اللي انا هحتاجها في الحته دي كده هو ده السبيسيفيك هيت. جميل؟ جميل. تعالى بقى نكمل الشرح مثلا بتاعت الستيت. دلوقتي انا لو بصيت مثلا على كلمه ستيت وبدانا نشرحها، تعالى نقارن كده مثلا ما بين الليكويد ووتر وما بين حاجه اسمها الايس. بص يا سيدي، خلينا نمشيها ببساطه كده وبطريقه سهله. اللي عنده سبيسيفيك هيت عاليه بياخد وقت كبير جدا عقبال ما يسخن، واللي عنده سبيسيفيك هيت قليله بياخد وقت قليل جدا علشان يسخن. اتفقنا؟ طيب بما ان يعني اكبر تركيزنا في اليونت دي يعتبر شويه عن الووتر، فانت عندك الووتر في المنهج هي اعلى سبيسيفيك هيت، والرقم بتاعها انت ممكن تحفظها من باب الاطمئنان كده. احنا عندنا الووتر السبيسيفيك هيت بتاعتها بتساوي 4180 جول بير كيلو جرام دوت ديجري سيليزيوس. هكتبها لك دلوقتي. طيب فانا زي ما قلت لك مين دايما عنده اعلى سبيسيفيك هيت؟ هتلاقي ان الووتر عندها اعلى سبيسيفيك هيت. هاجي اسالك مين بيسخن اسرع؟ احنا اتفقنا ان السبيسيفيك هيت بتاعته عاليه بياخد وقت كبير جدا علشان يسخن، فاحنا بنقول due to the high specific heat of water. ايه اللي حصل بقى؟ بسبب ان الووتر عندها سبيسيفيك هيت عاليه،
هتقول لي كده ان الايس take shorter time، بياخد وقت اقل to be heated، علشان يسخن. جميل جدا. اتفقنا؟ يبقى انا كده زي ما قلت لك احنا عندنا علشان في سبيسيفيك هيت عاليه لمين؟ للووتر. قلت لك هتلاقي ان الايس بياخد وقت قليل علشان يحصل له ايه؟ يحصل له هيتنج. جميل؟ جميل. طيب عندك بعد كده ثالث حاجه كان حاجه اسمها الماس. لا احنا قلنا الماس، سوري، كان حاجه اسمها التايب. والطيب عندي هنا مثالين اتمنى ان انت ما تنساهمش. اول مثال كان الووتر والاويل، وتاني مثال الكبر اللي هو طبعا سي يو علشان هنحتاج الكلام ده في اليونت اللي بعد كده، والالومنيوم اللي هو اي ال. طيب تعال نشوف، احنا اتفقنا بما اننا بنشرح على الووتر كتير يبقى مين عنده اعلى سبيسيفيك هيت؟ اتفقنا ان الووتر السبيسيفيك هيت بتاعتها اعلى من الاويل. طيب واتفقنا ان السبيسيفيك هيت بتاعته عاليه، بياخد وقت كبير جدا، فمين يسخن اسرع؟ طبعا هتلاقي ان الزيت بيسخن اسرع من الميه. تمام؟ فانت تقول لي كده ان الاويل is heated عفوا، دلوقتي هتقول لي ان الاويل is heated faster than water due to the high specific heat of water، عشان المية عندها specific heat عالي. طيب أنا لو جيت بعد كده قلت لك هو ليه الكبر مثلا، ليه الكبر بياخد وقت قليل علشان يسخن عكس الألومنيوم مثلا؟ ده معناه إيه؟ ده معناه إن الألومنيوم عندها specific heat أعلى من الكبر. اتفقنا؟ فإحنا هنقول إن الكبر take shorter time، بتاخد وقت أقل علشان تسخن. طب أجي أسألك give reason ليه؟ هتقول لي والله علشان هي عندها low specific heat. بس كده. اتفقنا؟ يعني أتمنى إن هي ما تكونش صعبة. طيب طبعا زي ما قلت لك علشان المية هي عندها أعلى specific heat، عشان بس نبقى خلصنا الجزئية دي. إحنا بنستخدمها في حاجة اسمها رادياتور. طيب الرادياتور ده احنا بنحط جواه ميه. طب اجي اسالك اشمعنى بنستخدم الميه؟ هتقول لي علشان هي جود كولينج ليكويد. علشان الميه بنقول عليه سائل تبريد كويس. طب اجي اسالك هي ليه الميه بنعتبرها سائل تبريد كويس؟ او ليه هي جود كولينج ليكويد؟ هتقول لي علشان الميه عندها سبيسيفيك هيت عاليه، فبتاخد وقت كبير جدا عقبال ما تسخن، فالميه بتفضل محافظه على البروده بتاعتها لفتره كبيره. والرادياتير ده طبعا بيبقى موجود جوه العربيات علشان يحافظ على الموتور من ان هو يفرقع بسبب الايه؟ بسبب السخونيه. وده طبعا كده يعتبر الملخص بتاع ليسون 3. اتفقنا؟ يعني والله انا شرحت لك بالتفصيل على قد ما اقدر. عايز تاخد سكرين شوت اتفضل، يعني استنى كده. تمام؟ تمام. ثانيه اجيب لك اللي قبلها، عايز تاخدها برضه سكرين شوت. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا تعالى نجيب الليسون اللي بعده. عندك بعد كده بقى ليسون 4. طيب ليسون 4 يا باشا كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن حاجه اسمها الميكانيزم اوف هيت ترانسفير، ازاي الحراره بتقدر تتنقل. احنا عندنا الحراره بتتنقل عن طريق 3 طرق، حاجه اسمها كوندكشن، حاجه اسمها كونفكشن، وحاجه اسمها راديشن. احنا المفروض ان احنا نشرح الثلاثه دول بالتفصيل، فاحنا كده خلصنا اليونت بسلام. طيب بص يا سيدي، قبل ما نبدا لازم تفهم يعني ايه كلمه هيت، لان احنا لسه واخدين من شويه كلمه تمبريتشر. احنا اتفقنا كلمه تمبريتشر معناها ان انا اعرف اذا كانت الحاجه هوت ولا كولد، اتفقنا؟ لكن كلمه هيت بقى ده انا ببقى قاصد بيها الانرجي نفسها، بقصد بيها الطاقه، اتفقنا؟
طب هل الحراره دي طاقه؟ قال لك اه طبعا دي طاقه، وبتتنقل كمان من مكان للتاني. طب بتتنقل ازاي؟ مثالي المفضل، معلش اديني فرصتي بقى. احنا عندنا لو مفيش كوبايه شاي شربتها للاسف. دلوقتي انا لو ماسك كوبايه شاي في ايدي، مين اللي هيلسع التاني؟ انا اللي هلسع كوبايه الشاي ولا كوبايه الشاي اللي هتلسعني؟ طبعا هلاقي ان كوبايه الشاي بتلسعني. طب ايه السبب؟ عشان الحراره دايما بتمشي من المكان اللي فيه حراره كتير للمكان اللي فيه حراره ايه؟ قليل. فهتلاقي الحراره بتمشي من كوبايه الشاي لايدك فتلسعك على طول. اتفقنا؟ فانا افهم من كده ان احنا عندنا دايما ان الهيت ده بنعتبره ان هو انرجي، ودايما بيتحرك من المكان الهوت للمكان الايه؟ الكولد. اتفقنا؟ بس كده. طيب طيب هل الحراره بتفضل تتنقل كده وخلاص؟ بمعنى يعني انا دلوقتي لو جبت مثلا ادي كونتينر، الكونتينر ده جواه ووتر. طيب وقلت لك كده ان الووتر دي درجه حرارتها مثلا 70 ديجري سيلسيوس. جميل؟ جميل. جيت كده وجبت بول مثلا ميتاليك بول، والميتاليك بول دي مثلا كانت درجه حرارتها 30 ديجري سيلسيوس. طيب طبعا مين باين جدا ان هو الهوت؟ طبعا الميه علشان درجه حرارتها 70. طب ومين الكولد؟ هتلاقي طبعا الميتاليك بول. فانا عندي هلاقي ان الحراره هتمشي من الوتر تروح لمين؟ تروح للبول. جميل جدا. طيب هل هتفضل كده تتنقل؟ قال لك لا. قال لك الحراره هتفضل تتنقل لغايه لما نوصل لمنطقه اسمها ثيرمال ايكوليبريم. يعني ايه ثيرمال ايكوليبريم؟ يعني منطقه تعادل حراري. بمعنى يعني الاثنين دول هيفضلوا يوصلوا لبعض حراره لغايه لما الاثنين يبقى عندهم نفس درجه الحراره. طب اعرف منين يعني الدرجه اللي هم هيوصلوا لها؟ قال لك الموضوع بسيط جدا، هتعمل ايكوال بسيطه كده وتشد شرط. هم كام ماتر او كام اوبجكت؟ هتقول لي ده ووتر وبول، فهم كده اثنين، فتقوم كاتب تو تحت. درجه حراره الووتر كانت كام؟ كانت 70 ديجري سيلسيوس. طب ودرجه حراره البول كانت كام؟ كانت 30. على آلتك الجميله هتطلع معاك طبعا ب 50 ديجري سيلسيوس. طب معناه ايه الكلام ده؟ ده معناه ان بمجرد ما الميه توصل لدرجه حرارتها ل 50 والكره توصل درجه حرارتها ل 50، هتلاقي ان الحراره ما بتتنقلش. هتلاقي ان هو وقفت كده، ولا بتمشي يمين ولا بتروح شمال. اتفقنا؟ بتثبت في مكانها علشان هما الاثنين بقى عندهم نفس درجه الحراره. فانا من هنا بقى اعرف معلومه مهمه جدا، ان الهيت ترانسفير او انتقال الحراره depend on، بيعتمد على حاجه اسمها ايه؟ temperature difference. بمعنى ان لازم علشان الحراره دايما تتنقل يبقى في فرق في درجه الحراره، ما ينفعش الاثنين ابدا يبقوا قد بعض. لو الاثنين قد بعض قلت لك هيحصل حاجه اسمها ثيرمال ايكوليبريم والحراره مش هتتنقل ابدا. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب بص يا سيدي بقى، عندك احنا عندنا زي ما قلت لك الهيت ترانسفير ميكانيزم، احنا بنقول ان هي 3 انواع. طيب زي ما قلت لك احنا عندنا الهيت ميكانيزم ترانسفير بتتقسم ل3 انواع، حاجه اسمها كوندكشن وحاجه اسمها كونفكشن وحاجه ثالثه اسمها راديشن. تعالى نبدا كده بالكوندكشن. لازم اعرف كل طريقه من دول بتحصل في انهي ستيت اوف ماتر. يعني انا عندي الكوندكشن مينلي دايما بيحصل في حاجه اسمها السوليد ماتر. اتفقنا؟ فانا هاجي جنبها كده واقوم قايل ان هي بتحصل في السوليد. طب عايز مثال. دلوقتي انا لو جبت كوبايه شاي، طيب كوبايه الشاي طبعا اللي انا اعرفه ان هي هوت، دايما بتبقى سخن. طب والمعلقه؟ المعلقه نفسها بتبقى كولد. واحنا لسه متفقين من شويه الحراره دايما بتمشي من فين لفين؟ الحراره دايما بتمشي من الهوت تروح لمين؟ للكولد. فهتلاقي ان الحراره تبدا تتنقل من الكوبايه نفسها تروح لمين؟ للمعلقه. طيب مش في سوليد اتذكر في الموضوع اللي هي السبون او المعلقه؟ فيبقى على طول ان الحراره اتنقلت عن طريق الايه؟ الكوندكشن. اتفقنا؟ اتفقنا. طب عايز مثال تاني. لو انا جيت عملت كده وقلت لك ان انا هشعلق فيها مسامير كده، قلت لك ان انا هجيب نار، استنى بس نرسم شمعة كده. طيب
الشمعة دي مفروض إن هي هتبدأ تسخن المعدن من هنا، فالمنطقة دي هتبقى هوت. اتفقنا؟ طيب طب آخر المعدن من هنا طبعا لسه كولد، ده بارد. واحنا اتفقنا ان الهيت بيمشي دايما من فين لفين؟ من الهوت للكولد، فتلاقي ان الحراره ماشيه كده. للمعلومه احنا مثبتين المسامير دي بواكس بشمع، فانا دلوقتي اول لما الحراره تبدا تتنقل كده هتلاقي ان الشمع بدا ايه؟ بدا يدوب، فتلاقي ان المسامير دي كلها وقعت ونزلت لتحت كده. جميل؟ جميل. طب انا عايز اعرف اصلا الحراره بتتنقل ما بين البارتكلز ازاي؟ قالك دلوقتي انت عندك ادي شكل السوليد بارتكلز، هتلاقي ان هم كلهم لازقين في بعض. واحنا اتفقنا ان انا بمجرد اول لما بسخن بلاقي ان الموفمنت بدات ايه؟ بدات تزيد. فانا عندي بمجرد ما بارتكل يخبط في الثاني بيدي له حبه انرجي. وطبعا احنا بين قوسين كده عارفين الانرجي دي اللي هي مين؟ اللي هي الهيت. اتفقنا؟ بس كده. طيب بسبب الكوندكشن بقى هنبدا ان احنا ندخل كده في موضوع حاجه اسمها الكوندكتيفيتي. ثانيه عشان موضوع الالوان ده منرفزني. احنا بنقسم الماتيريالز دايما لنوعين، حاجه اسمها ثيرمال كوندكتور وحاجه تانية اسمها ثيرمال انسوليتور. جميل. ايه الفرق ما بينهم؟ معنى كلمه ثيرمال كوندكتور يعني بتوصل حراره، معنى كلمه ثيرمال انسوليتور يعني عازله للحراره. اتفقنا؟ يبقى دي بتعدي الحراره ودي ايه؟ ما بتعديش الحراره. عايز امثله. الثيرمال كوندكتور دايما زي حاجه اسمها الدايموند، وده اعلى ثيرمال كوندكتيفيتي، ده اعلى ماتيريال عندنا بيوصل حراره. بعد كده عندك الكبر وحاجه كمان اسمها السيلفر. اتفقنا؟ بس المهم بالنسبه لي تعرف ان اعلى واحد هو مين؟ هو الدايموند. طب الثيرمال انسوليتور زي مين؟ عندك مثلا زي الوود، الخشب ما بيوصلش حراره. عندك زي حاجه اسمها البيبر، الورق. حاجه زي البلاستيك، كل دي حاجات ما بتوصلش حراره. طب انا هستفاد ايه من الكلام ده؟ قال لك ان احنا بنستخدمه علشان نعمل مثلا حاجه اسمها الكوكينج بانز. اتفقنا؟ طبعا احنا ليه بنعمل الكوكينج بانز مثلا من الميتالز؟ كوكينج بانز اللي هي اواني الطهي. بنعملها من المعادن علشان المعادن ايه؟ ثيرمال كوندكتور، بتقدر توصل حراره فتلاقي ان الاكل بيستوي. طيب حاجه كمان يقول لك ان احنا عندنا في ماده اسمها البوليسترين. البوليسترين دي دايما احنا بنحطها ما بين، يعني دلوقتي انا لما باجي ابني حيطه مثلا اهو، ادي دي حيطه وحيطه ثانيه، ببدا احط ماده ما بينهم كده اسمها البوليسترين، او بسيب فراغ كده ما بينهم فيبقى فيه هواء. طيب اذا كان الاير او الماده اللي هي اسمها البوليسترين دي، اي حد من الاثنين دول انا بقول عليه ان هو ثيرمال انسوليتور، عازل للحراره. طب انا برضو بحطهم ليه ما بين المباني؟ قال لك علشان ما يوصلش حراره. طب ازاي؟ دلوقتي احنا طبعا المباني باصه للشمس طول الوقت، فاحنا عندنا المفروض كده ان الحيطه هتاخد الحراره وتدخلها جوه الشقه. انا مش عايز كده، مش عايز احس بالحراره دي في الصيف، فبنبدا ان احنا نعزل بقى. عازلها ازاي؟ عن طريق ان انا ابني حيطه كده واقوم جاي حاطط ما بينها الماده زي ما انا ماسك القلم كده، واقوم باني حيطه كمان. اتفقنا؟ فدي كده بقى اسمها حيطه عازله للحراره. بسبب ايه؟ بسبب ان الحراره، استنى اقرب لك شويه، بسبب ان الحراره هتيجي تعدي من ايدي من هنا اللي هو من حيطه من بره، اتفقنا؟ تيجي تدخل جوه. طيب هتلاقي مين اللي واقف قدامها؟ اللي هي البوليسترين، صح كده؟ وقلنا ان دي ثيرمال انسوليتور ما بتعديش الحراره، فهتلاقي ان هي هتقف لغايه كده ومش هتوصل للشقه عندي. اتفقنا؟ هي دي كل الفكره. طيب حاجه كمان، قال لك ان احنا عندنا بيبقى موجود جوه كل الاجهزه بيبقى موجود حاجه اسمها كولينج ديفايس، بيبقى جهاز كده للتبريد، وده دايما بيبقى مصنوع من السيلفر. طب ده بسبب ايه؟ قال لك علشان السيلفر ده ثيرمال كوندكتور بيوصل حراره، بمعنى بيبدا يمتص كل الحراره اللي موجوده علشان يحافظ على البورده ان هي ما تضربش بسبب الحراره. اتفقنا؟ طيب انا طبعا مش هكتب بقى الجزء ده علشان الوقت، علشان احس الفيديو يعني الوقت سرح مني قوي. طيب عندك بعد كده بقى تاني نوع حاجه اسمها الكونفكشن. واحنا اتفقنا اي طريقه لانتقال الحراره لازم تعرف بتحصل يعني لاي ستيت اوف ماتر. هنا بتحصل لاثنين، بتحصل يا اما في الليكويد
يا اما في الجاز. والحته بتاعت الكونفكشن دي بتعتمد على معلومه اتمنى ان انت ما تنساهاش. بص والله العظيم بجد، وبعد كده هقول لك ان انا خلصت الكونفكشن، يعني اللي بعد كده يبقى بسيط لو ثبتت المعلومتين دول. اي حاجه في الدنيا سخنه ده معناه ان هي عندها less density، عندها كثافه قليله. ومعنى ان هي عندها كثافه قليله يعني move up، بتطلع لفوق. المعلومه الثانيه عكسها بقى، اي حاجه cold يعني عندها high density. وايه معنى ان هي عندها high density؟ يعني move down. جميل جدا، اتفقنا؟ يبقى انا عندي كده اي حاجه سخنه بيبقى عندها دنسيتي قليله، واتفقنا بتطلع لفين؟ لفوق. لو نسيت افتكر على طول، لما بنيجي نعمل كوبايه الشاي والكاتل الميه اللي فيه بتغلي، بتلاقي البخار بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت؟ طبعا البخار بيطلع لفوق، فافتكر كده دايما المثال ده. اي حاجه سخنه الدنسيتي بتاعتها قليله فبتطلع لفوق، اي حاجه بارده الدنسيتي بتاعتها كبيره فبتنزل لتحت. اتفقنا؟ علشان كده دايما هتلاقي ان احنا مثلا لما بنيجي نفتح الثلاجه، نعتبر ان دي ثلاجه اهي، بتلاقي دايما مين اللي موجود فوق؟ بتلاقي موجود دايما الفريزر هو اللي فوق. طب ايه الفكره؟ طيب هتلاقي دايما الهوت موليكيولز او مثلا الهوت اير دايما، او لما الهواء بيسخن يطلع لفوق. يلاقي مين اللي موجود؟ يلاقي عندنا الفريزر اهو، الفريزر. طيب فالفريزر طبعا الجو فيه بيبقى بارد، اول لما الهواء السخن يطلع لفوق بيبدا ان هو يبرد، وبمجرد ما هو يبرد هتلاقيه نزل لتحت تاني فيسخن، هتلاقيه يقوم راجع طالع لفوق، وهكذا، وتفضل الدنيا ماشيه ولف بينا يا دنيا. طب حاجه كمان، لا انا قلت لك ان احنا مثلا، طبعا انا مش عارف ارسم دفايه مستحيل يعني، لو اتنططنا مش هنعرف. دلوقتي احنا هنعتبر ان ده هيتر اللي هي الدفايه. احنا ليه دايما بنحط الدفايه على الارض؟ ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا عارفين ان دايما الكولد موليكيولز بتنزل فين؟ بتنزل لتحت. مين اللي يسخنها؟ الدفايه. هتلاقي ان هي بمجرد ما تسخن تطلع لفوق، فتلاقيها بردت فتنزل لتحت تاني. مين يسخنها؟ الدفايه، فتطلع لفوق، وتفضل الدنيا ماشيه كده. اتفقنا ان احنا عندنا ان الموليكيولز السخنه تطلع لفوق، بمجرد ما تبرد تنزل لتحت فتسخن تاني فتطلع لفوق، وهكذا، وتفضل ايه اللفه دي شغاله. عرفنا منها بقى حاجه كده اسمها السي بريز، او اللي احنا بنقول عليه نسيم البحر. وده بيعتمد على معلومه كده احنا قلناها في ليسون 3، حاجه كانت اسمها السبيسيفيك هيت. اتفقنا مين عنده اعلى سبيسيفيك هيت في المنهج ومفيش حد اكبر منه؟ جدع، الووتر. فانا زي ما قلت لك ادي ده كده، ده البيتش او ده اللاند، الجزء بتاع الشاطئ، وده البحر. طبعا الميه عندها سبيسيفيك هيت عالي، صح كده؟ فالميه دايما بتلاقيها بارده ما بتسخنش، فتلاقي ان المنطقه دي فيها كولد اير. طب هنا قال لك لا، اللاند ده فيه سند، فيه رمله، والرمله بتسخن بسرعه جدا علشان السبيسيفيك هيت بتاعتها قليل، فتلاقي ان هنا فيه هوت اير. طب ايه اللي بيحصل؟ الهواء اول لما بيسخن احنا اتفقنا بيحصل له ايه؟ بيطلع لفوق. طيب والهواء اول لما بيبرد بيحصل له ايه؟ بينزل لتحت. بص كده على الاسهم، الهوت اير طلع لفوق، ومين اللي نزل مكانه؟ الكولد اير. فتلاقي ان انت وانت قاعد على البحر كده في نسيم هواء جه، هواء بارد جه. طبعا انت تقعد تنظر على بابا وماما والعيله الكريمه كلها، تقول لهم اه طبعا ده علشان الووتر عندها سبيسيفيك هيت عاليه والساند عنده سبيسيفيك هيت قليل، فتلاقي ان الساند سخن بسرعه فالهواء طلع ايه؟ لفوق. والميه علشان هي بارده وما بتسخنش، فتلاقي ان الهواء في المنطقه دي هو كمان بارد، هتلاقي ان هو جايب لك نسيم من البحر كده وجاي. اتفقنا؟ طيب تعالى نكمل. عندك بعد كده بقى اخر حاجه اللي هي الراديشن. طيب بص يا سيدي، احنا عندنا الجزء بتاع الراديشن لازم، اتفقنا قبل ما نعرف اي طريقه لانتقال الحراره او للهيت ترانسفير لازم تعرف بتحصل في انهي ستيت اوف ماتر. بص يا سيدي، انا عندي هنا بقى هزود على الستيتس حاجه اسمها السبيس اللي هو الفضاء، واكتب هنا كلمه جاز.
يبقى انا عندي كده الراديشن دايما بيحصل في ايه؟ في الجاز او السبيس. جميل جدا. طيب بص يا سيدي، احنا عندنا دلوقتي ادي كوكب الارض الجميل بتاعنا، وادي الشمس النجمه بتاعتنا. دلوقتي الحراره اول لما بتبدا تخرج من الشمس بتيجي لكوكب الارض. بتيجي لكوكب الارض على شكل ايه؟ على شكل حاجه اسمها الكترو ماجنتيك سبيكترم. طيب الالكترومagnetic سبيكترم ده بيجي لك بسرعه كام؟ قال لك ان سرعته وهو ماشي في الفضاء بتوصل ل 300,000 كيلومتر بير سكند. بيقدر يمشي 300,000 كيلو في الثانيه الواحده. اتفقنا؟ طيب احنا دلوقتي عندنا في نوع واحد بس من الالكترومagnetic سبيكترم هو اللي علينا، اسمه الانفراريد ريز. الانفراريد ريز ده من ضمن الانفيزيبل ريز او الاشعه اللي احنا ما بنقدرش نشوفها بعينينا، اللي بتدخل للغلاف الجوي بتاعنا. طيب دي بيبقى تاثيرها ايه؟ بيبقى تاثيرها على حاجتين، لو انت لابس اسود مثلا او لو انت لابس ابيض. ايه علاقه اللبس بالموضوع؟ بص يا سيدي، اعرف دايما ان اللون الاسود بيقدر يعمل ابزورب الانفراريد ريز، فتلاقي دايما ان احنا في الشتاء اهو اكبر مثال، بص لابس اسود اهو. ليه؟ علشان دلوقتي انا ماشي في الشارع لو الجو برد، اول لما الشمس تيجي عليا اللون الاسود بيمتص الحراره، فابدا احس دايما ان انا دافيان. طب في الصيف العكس، بنلبس ابيض علشان الابيض ما بيمتصش الحراره، فتحس دايما ان انت مش حران. اتفقنا؟ فيبقى انا دلوقتي زي ما قلت لك اللون الاسود بيمتص الانفراريد ريز، فحضرتك تحس ان انت ايه؟ تحس ان انت دافيان. طب بالنسبه للوايت بنقول ان هو بيعمل ريفلكت للانفراريد ريز، ما بيرضاش يمتصها. جميل؟ جميل. هتلاقي علشان كده دايما بقى بنعمل حبه حاجات. بتلاقي مثلا ان احنا عندنا في حاجه اسمها السولار اوفن. السولار اوفن ده اللي احنا بنقول عليه الفرن الشمسي. طبعا من اسمه فرن بيعتمد على اشعه الشمس. طيب احنا بندهن دايما المواسير بتاعته لونها اسود. طب اشمعنى؟ انا المفروض ان انا اسخن دلوقتي. طيب فانا دهنتها باللون الاسود علشان احنا اتفقنا اللون الاسود بيمتص الايه؟ بيمتص الحراره بكميات كبيره، فتلاقي ان الاكل بيستوي بسرعه. طيب واحد مثلا زي الفاير فايتر اللي هو المطافي بتاع المطافي ده، دايما بتلاقيه بنلبسه يعني هدوم كده او بدله بتبقى عباره عن لون سيلفر. ليه بنلبسه لون فاتح كده؟ علشان هو دلوقتي داخل وسط النار، مش عايزين جسمه يمتص الحراره، فبنلبسه حاجات فاتحه. اتفقنا؟ طيب عندك بعد كده بقى اكتشفنا حاجه اسمها الثيرموجرافي. ودي طريقه احنا اكتشفناها ان احنا نقدر نشوف بالليل عن طريق الحراره. بمعنى دلوقتي احنا الدنيا بالليل والدنيا عتمه، مفيش اي حاجه نقدر نشوفها. في بني ادم ماشي اهو. انت دلوقتي وانت ماشي في الطبيعي جسمك بيبدا يطلع حراره. لو واحد مثلا لابس حاجه اسمها نايت فيجن جوجلز او اللي هي نظارات الرؤيه الليليه، هيبدا يشوف مين؟ الحراره اللي خارجه من جسمك دي، فيعرف ان في بني ادم واقف في المنطقه دي. اتفقنا؟ بس كده، ده كل اللي انا عايزك تعرفه عن اليونت دي. يعني اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه، والفيديو يكون خفيف كده على قلبك، واكون قدرت ان انا افكرك كده باليونت بطريقه سريعه، وان شاء الله احاول كده ان انا اصور لك بقيه المنهج كمراجعات. المهم ان انت تدعي لي ان ربنا يوفقني ويوفقك، ويعني ويرزقنا دايما العلم النافع، وان شاء الله يكون ده علم نافع ليا وليك يا رب، وباذن الله تلاقيه في الامتحان ويكون سهل وتقدر تطبق وتستحضره في الوقت اللي تحتاجه فيه دايما. طيب قول الحمد لله واقفل الفيديو بقى، روح كمل مذاكره. باي.